من علامات غضب الله عز وجل على العبد إنه ما يقدر يدعي ولا يخليه يدعي ولا يقدر يركب كلمتين للدعاء. فراجع نفسك، هل تقدر تدعي رب العالمين بكل ما في قلبك؟ هل تعرف تركب كلمتين في الدعاء؟ هل عندك حب للدعاء؟ ترى الدعاء طاعة، مو كل من هب ويده بيقدر يسويها. في ناس مغضوب عليهم من الله عز وجل بسبب انغماسهم في الشهوات والملذات ونسوا الله وغفلوا عنه، فالله غضب عليهم. ايش تبي ماما؟ حتى الذبانة تأثرت في الكلام، انت شو عذرك؟ فمن غضب الله عز وجل عليهم ما يقدرون يدعون، لأن الدعاء هو الوسيلة الوحيدة اللي تقدر تتلقى الاستجابة بأسرع وقت بإذن الواحد الأحد. فأنا قررت إني أسوي لكم سلسلة هنا تخص الدعاء. فببدأ معكم أول حاجة عن أشياء تمتنع استجابة دعائك. قول محمد عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. هل أنت تدعو الله دائما؟ إذا ما تدعي ربك ترى الله غاضب عليك. انتبه، صف حساباتك اللي مع رب العالمين من ناحية الصلوات والسيئات والذنوب اللي تسويها، وتب إلى الله. ترى باب التوبة مفتوح وما زال الباب مفتوح، فتب ربك وخلك من أحب الناس إلى ربك. ففي حديث إن الله عز وجل يمد يده في النهار لمذنب بالليل، ويمد يده في الليل لمذنب بالنهار. فلا تستحي من الله عز وجل، تب إلى الله. ترى أحب الناس إلى الله هم العائدون الراجعون التائبون إلى الله عز وجل، فكن منهم لو سمحت. فبعد ما تتوب لربك وتتعود على القرب من الله عز وجل من جديد، يبدأ إن شاء الله لسانك يعتاد على الدعاء. وأيضا في حديث آخر بناخذ نص الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء. شفت القدر المكتوب لك في اللوح؟ ما يرد إلا دعائك. ربك كاتب لك كذا، بإمكانك تدعي دعوة وربك يستجيبها لك، توخر لك المكتوب في القدر سبحانه جل جلاله. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي أمته عباد الله بالدعاء. رسول الله عز وجل مستحيل يوصيك على حاجة ما منها فائدة. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك من الدعاء أحد. ما حد يهلك من الدعاء إلا اللي غاضب رب العالمين عليه، ولا حد يمل من الدعاء إلا اللي غضبان عليه. فانتبه أن تكون منهم. ولازم تعرف أن الدعاء هو سلاحك في الدنيا، السلاح الوحيد اللي تقدر تسوي فيه إيش ما كان هو دعائك. تدعي ربك يستجيب لك. والشيء الثاني اللي يأخر استجابة دعوتك إيش هو؟ أنك تكون إنسان مستعجل أو تستبطئ. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجيب لي. وهذا يحدث الآن ببعض من أمة محمد، أن تدعي دعوة بعدين تقول: ربي ما يستجيب لي، ربي ما استجاب لي. من هنا يبدأ لعبة الشيطان. يتدخل الشيطان عليك ويبدأ يوسوس عليك بأن الله ما يحبك، وإن الله ما يسمع صوتك، وإن الله ما راح يستجيب دعوتك. فهنا أن تنقهر وتصدق كلام الشيطان وتترك الدعاء. وإذا تركت الدعاء خلاص تهجر الدعاء، ما يصير تعرف تدعي، فالله يكون عليك غضبان. انتبه. وفي حديث آخر للرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب الملحين في الدعاء. الملحين اللي يلحون على الله عز وجل. مثال على واقع الحياة: الورع اللي يروح مع أمه للعزايم. شفت الورع اللي يزن على أمه: يما أبي حلا ويما أبي حلا ولين ست حلقة. هذا هو نفس الفكرة، وله المثل الأعلى. الدعاء انتبه: يا رب ارزقني مثلا صحة والعافية. كل يوم كل يوم كل دقيقة كل وقت تدعي رب العالمين بأن يرزقك الصحة والعافية. هذا هو أنك تلح على الله عز وجل، أي أنك تكثر في دعاء الدعوة هذه، مو تدعي يوم وتسكت، لا. فانتبه أن يكون الله غاضب عليك وما تعرف تدعي، وانتبه أنك تستعجل في دعائك وتستبطئ في دعائك. تأخر دعوتي، ما استجابت دعوتي، كثير سوالفكم هذه ترى تصير والله العظيم. فتعوذ من الشيطان، وترقبوا المقطع الجاي إن شاء الله، أو البارت الثاني عقلتكم، بيكون على أوقات الإجابة وأفضل الأوقات، وبيكون إيش هي الاسم الأعظم لله عز وجل اللي نقدر ندعي فيه ويستجيب لنا. هذه السلسلة جدا مهمة للناس الضعيفة في الدعاء. المقطع لا يوقف عندك، فالدال على الخير كفاعله. ولا تنسوا تضيفون بقية حساباتي بتحصلونها بالبايو.